السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما في كل مكان وفي كل حتة. طبعا وحشتوني كتير. اولا انا بحيي كل واحد بدأ سنة اولى ثانوي من اول السنة لحد دلوقتي وهو بيحافظ على الليميت بتاعه او بيحافظ على المذاكرة بشكل مستمر على المواد اللي هو هياخدها. انا بحييه جدا والله من كل قلبي، يعني تحية كده مني ليه خاصة. تمام. دي حاجة، دي نقطة. النقطة التانية ان فاضل 10 ايام على الامتحانات. فال10 ايام دول انا عاوزك تطلع فيهم اقصى ما عندك. حتى لو انت بدأت من اول السنة زي ما احنا متفقين لحد دلوقتي فاضل 10 ايام على الامتحانات، طلع اقصى ما عندك في المذاكرة. اقصى ما عندك 10 ايام، خلاص هم 10 ايام. بعد 10 ايام طبعا في اجازة بقى بتاعت نص سنة وايه، وكل سنة وانت ايه وطيبين يعني بالاجازة ديت بتاعت نص السنة ديت يعني ايه. آه تكون خير عليكم. المهم ال10 ايام دول انا عاوزك تبذل فيهم قصارى جهدك، تبذل فيهم قصارى جهدك. يعني علشان خاطري اوعى تكسل، اوعى يجي لك اي احباط او اوعى انك تمل. 10 ايام كلها 10 ايام، وكل ده هيعود عليك تاني في سنه تانية ثانوي وفي الترم التاني وفي سنه تالته. كل ده والله باذن الله هيعود عليك بشكل كبير جدا. 10 ايام ارجوكم يا جدعان. انا يعني كل واحد بدا المذاكره من اولى ثانوي او بدا من نص السنه او يعني بدا من الشهر اللي فات او كده، ما يقعش في الفتره ديت، ما يقعش في ال10 ايام دول. او يعني ايه، خلاص هي 10 ايام وهتاخد الاجازه. طب انت لو ما بداتش خالص، لو انت ما بداتش خالص مذاكره، فانت طلع كل اللي عندك في ال10 ايام دول، لانك انت كده بعدت شويه. فطلع ال10 ايام، ما تقولش انا هبدا بقى السنه الجديده وانا هبدا الترم الثاني على خير ان شاء الله وهنبقى كويسين لا، ابدا دلوقتي. احنا دلوقتي انت لو بدات دلوقتي ما فيهاش حاجه، والله ما فيهاش اي حاجه. ابدا من دلوقتي، فاضل 10 ايام، ابدا من دلوقتي. ما ذاكرتش اي حاجه ابداها من دلوقتي. تمام. طيب اللي بدأ بقى، اللي بدأ يفضل يحافظ ال10 ايام دول على اللي هو عمله او على الانجاز اللي هو عمله. والله ما والله انت مش هتتساوى بحد ما ذاكرش خالص. انت في فرق كبير جدا بين اللي بيذاكر من اول السنه واللي ما ذاكرش خالص. وكمان لما تكون انت ما ذاكرتش خالص من اول السنه وتيجي تقول ده خلاص 10 ايام وانا كده كده ما ذاكرتش او ما فتحتش حاجه، فيعني ما ترميش الفوطه، لا برضه اتمسك بال10 ايام دول وطلع فيهم اقصى جهدك، اقصى جهدك، طلع فيهم كل اللي عندك. محدش يكسل، محدش يجيله كده احباط في النص، محدش يمل. ركزوا ال10 ايام دول وان شاء الله تكونوا يعني انا اللي يهمني عندي يعني مش النتيجه برضو. اللي يهمني عندي في الاولى ثانوي دوت انك حضرتك تعرف الاساسيات كويس، اساسيات كويس بتاعت كل ماده. مش هاممني النتيجة أكتر من إنك هاممني إنك تتعلم الإيه، الأساسيات والقواعد بشكل كويس، ولما تغلط تبقى عارف أنت غلطت في إيه. ده اللي يهمني. إحنا لسه في الأول ولسه بنتعلم، وأنا زيكم داخل على الامتحانات. ما أنا يعني برضه في شوية توتر كده، شوية قلق يعني. بس ده حلو، وده برضه عايز انقله لك من دلوقتي انك ايه تعود نفسك. مش لازم انك تتزنق علشان تبدأ تشتغل، او مش لازم انك تبقى خلاص سايب نفسك على اخر لحظة علشان تبدأ تشتغل، لا. خلي لنفسك مساحة وخلي لنفسك فرصة انك تعرف تشتغل وتأدي. ده على فكرة يخلي عندك يعني نوع من الابداع شوية، ونوع من الايه، يعني التألق كده. تمام. طبعا انا معاكم لحظة بلحظة لان انا داخل الامتحانات زيكم، والله داخل الامتحانات زيكم. فيعني امتحانات اولى ثانوي خلاص يعني يوم 11. فطبعا بدعي لكم والله ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم، وادعوا لي، ادعوا لي يعني. بس ان شاء الله الامتحانات دي تعدي على خير ومع بعضينا ما نشوف بقى ما بعد الامتحانات. بس وبعد كده اما اشوف بقى دنيتي انا في الكليه، امتحانات تانية وحاجه يعني. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يعدي على خير ان شاء الله. ماشي. تمام. فكل ما بقول دلوقتي ليك انك ال10 ايام دول ما تفوتش الفرصه ديت. لو انت ما بداتش، او لو انت بدات من اول السنه فتحافظ، ولو انت ما بداتش خالص فايه، فتبدا دلوقتي.
ابدأ دلوقتي، أرجوك ابدأ دلوقتي. أنا يعني عايز أطلع لك من الكاميرا وأقول لك يا عم خش ذاكر، يا عم خش ذاكر، يا عم خش شوف مصلحتك، شوف مصلحتك، شوف مصلحتك يا ابني. بس ودي كانت نهاية الفيديو. ولو أي حاجة محتاجينها أو أي سؤال في أي حاجة يعني، في أي مادة يعني من كام مادة كده معينين، إن شاء الله أقدر أجاوب عليها. وطبعا ما تنسوش طبعا إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بس سلام، دمتم في رعاية الله. سلام.